مساء الخير على كل كباتن جيرني مصر. تطبيق جيرني مصر أو تطبيق مصري متكامل الخدمات. دلوقتي هنعرف ايه هو تطبيق جيرني مصر وازاي نسجل فيه لو احنا أول مرة نسجل، ولو احنا مسجلين حاليين ازاي نستقبل رحلات ونشحن المحفظة ونسحب الأرباح. كل ده هنعرفه فيه دلوقتي. طب معايا الشرح اللي هنتكلم فيه دلوقتي. جيرني مصر توصل بالسلامة. أول حاجة ممكن تسجيل الدخول. لو انت مسجل بتكتب رقم التليفون وكلمة المرور. لو انت أول مرة بتعمل إنشاء حساب، تكتب اسم حضرتك وتكتب رقم التليفون والمدينة وكلمة المرور مكونة 6 أرقام، وتأكيد كلمة المرور. طبعا تختار محافظة كانت القاهرة ومحافظة سوهاج، وتأكد كلمة المرور بتوافق على الشروط. ترفع الصورة وبعد كده تدوس تسجيل وبتكمل بقية الأوراق وبترفعها. ده بالنسبة لإنشاء حساب لو انت أول مرة تنشئ حساب على الأبليكيشن. دلوقتي انت مستخدم حالي ونسيت كلمة المرور، بتدخل على نسيان كلمة المرور وبتكتب الرقم حضرتك وبيظهرلك كود فيه كلمة المرور. دلوقتي هنعمل تسجيل دخول. هنكتب كلمة المرور، هندوس على دخول. كده الابليكيشن فتح معانا ودي الخريطة اهي قدام حضراتكم. ده خلاص كده كابتن جان، كده الحساب متفاعل مع حضرتك، مدوس متصل كده ايه تقدر تستقبل الرحلات من غير اي مشكلة. دي قائمة المنيو فيها كل الاوبشنات الموجودة. الملف الشخصي بيكون فيه اسم حضرتك ورقم التليفون ونوع المركبة، كان سيارة او سكوتر. وطبعا خانة المحفظة والاشارات، تحديد الواجهة الداخلية ودعوة صديق ورحلات السفر والتقييمات اللي تمت على الابليكيشن والمستندات. المستندات دي بتبقى فيها كل الموافقات اللي حضرتك رفعتها. دلوقتي هنشوف العميل لما بيجي يطلب بيطلب ازاي. دلوقتي العميل بيظهر الواجهة بتاعت الابليكيشن بتاع العميل. هو طبعا حضرتك بتبقى ظاهر قدامه في اللوكيشن بالاسلوب ده. هو بيعمل طلب ريكويست. اول ما يعمل ريكويست حضرتك بيظهر ليك العرض بتاع العميل. هيظهر قدام حضراتكم الصوت دلوقتي هيظهر. ده صوت ان في عرض جديد من عميل. ده اللي هو الصوت اللي هيظهر لك لو انت قافل الابليكيشن، برضه هيظهر الصوت دوت، تعرف ان في رحله جديده جت لحضرتك. دلوقتي العرض اهو، وانت ممكن حضرتك تقدر تقترح سعر مختلف مثلا زي 210 والكلام ده كله، تقدر تغير السعر. هنا بيكون ظاهر لك بقى كل مكان العميل ومكان المكان العميل رايحه والمسافه والدقيقه والسعر ونوع المركبه ايه، VIP ولا سياره عاديه او سكوتر. بس كده العميل كده بيظهر له دلوقتي العرض بتاعك اللي انت قدمته. دي الرنة اللي بتظهر للعميل ان حضرتك قدمت عرض. فكده بيظهر له كل بيانات حضرتك، الاسم والرقم العربية واللون وكل حاجة، فبيدوس قبول. أول ما يدوس قبول بتبدأ خطوات الرحلة تبدأ عند حضرتك في الأبليكيشن. زي ما هنشوف دلوقتي كده، انت أول ما داس قبول دلوقتي ادي الأبليكيشن بتاع حضرتك بتاع الكابتن. هتلاقي دلوقتي صفحة اللي هيظهر لك إشعار إن العميل وافق، وهتبدأ الرحلة. كده وافق العميل على عرضك. كده العميل وافق على العرض بتاع حضرتك. طبعا احنا ممكن يجيلنا رسالة من العميل، فلو العميل بعت رسالة بتظهر لنا كده نيو مسج، نضغط على المسج اللي موجودة هنا اهو، بنرد على السؤال العميل. بس وكده اللي هو بعت لنا اي رسالة بنقدر نرد عليه. هو بيظهر الرد بتاعك بيظهر للعميل بالاسلوب ده عنده هو. مكان نخرج دلوقتي يعني هنروح نكمل نوصل للعميل نضغط هنا اهو على علامة اللوكيشن دي. هيوصلنا بقى لطريق الواجهة العميل فيها، المكان العميل فيها عشان نروح له. كده بتظهر لنا واجهة عشان نبدأ نروح للعميل. بعد ما نوصل للعميل ونقابل ندوس وصل. أول ما نوصل للعميل، أول ما يوصل العميل طبعا بيظهر إشعار للعميل إن حضرتك وصلت
وصل الكابتن، فبيعرف أول ما نتقابل مع العميل بندوس على ابدأ الرحلة. أول ما ندوس على ابدأ الرحلة دلوقتي احنا بندوس على نفس الخانة اللي احنا قلنا عليها من شوية عشان نروح الواجهة للعميل اللي عايز يروح. بعد ما الرحلة تنتهي بندوس على تم انهاء الرحلة ونحصل المبلغ الرحلة من العميل بس. وكده كانت طريقة الاستقبال الرحلة بشكل مفصل. بعد كده بيظهر لنا تقييم للعميل، بنقيم العميل على حسب التعامل معه بس. وطبعا التقييمات دي كلها بتروح للشركة تقييم. دلوقتي كده طريقة استقبال الرحلة بالتفاصيل. دلوقتي لو انت حابب بقى تشحن محفظتك في الابليكيشن او تسحب الارباح، هنشوف دلوقتي ازاي نعمل الحوار ده دلوقتي بسرعة كده. الموضوع بسيط جدا مش محتاج اي صعوبة. ندوس على المحفظة، بعد كده ندوس على شحن المحفظة، نكتب المبلغ المطلوب. مثلا لو 100 جنيه مثلا هنشحن المحفظة مثلا ب100 جنيه عشان نستقبل رحلات طول الفترة دي. طبعا انت في البداية بيبقى ليك بونص بتقدر تشتغل بيه، بس بعد انتهاء البونص بتشحن محفظتك في الابليكيشن. ده الطرق الدفع الشحن اللي تقدر تشحن بيها: محافظ الكترونية، الفيزا والماستر كارد والأمان وفوري ومساري. دول طرق تقدر تشحن بيهم المحفظة. دلوقتي لو انا مثلا عملت رحلة محفظة وجالي أرباح على محفظتي في الابليكيشن، أسحب ازاي؟ بتدوس على سحب، خانة السحب الأرباح، وبتكتب القيمة اللي حضرتك عايز تسحبها. مثلا ما فيش حد أدنى فبتكتب مثلا 100. تختار طرق السحب تبقى محفظة، محافظة إلكترونية ولا فيزا ولا ميزة، والطلب بيوافق لحضرتك في خلال 24 ساعة بإذن الله. وبس كده كانت دي نهاية كان فيديو مفصل عن ازاي تستقبل رحلات وازاي تعرف كل القوايم ديت. ولو حضرتك حابب كمان تفعل خيار السفر في الابليكيشن بتدوس على السفر وبتفعل خيار اغتنم برحلات جديدة. كده اي رحلات سفر بتظهر لحضرتك كمان بس. وكده كان وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا جدا لحضراتكم. مع جيرني مصر توصل بالسلامة.